في ظل عصر التكنولوجيا ما بقتش المتاحف كمان بقى ليها نصيب، يعني زي ما كنت بقول في البداية ان هو اقتحم الحقيقة كل المجالات، حتى كمان المتاحف بقى ليها نصيب من التكنولوجيا ومن التقنيات الحديثة بشكل مختلف. ما بقاش المتحف كمان مجرد مكان بيعرض فيه التماثيل او بعض الآثار، لا بقى يعني حالة وتجربة بشكل كبير، ومنصات تفاعلية لرواية القصص وسرد التاريخ. وده بيحصل في العالم، كمان أصبح أيضا يحصل في مصر. هنتكلم عن دوره في السياحة الثقافية، وإيه هي مفهوم السياحة الثقافية، وإزاي ممكن ده يزيد كمان من الإقبال أكثر وأكثر. هو بطبيعة الحال في إقبال كبير، بس احنا عايزين أكثر وأكثر على السياحة الثقافية في مصر. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه التقنيات مع ضيفتنا دكتورة ميرفت خليل، أستاذ بقسم الدراسات السياحية بإحدى المعاهد الخاصة. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. منورانا. نورك. ايه حد متخصص في مجال السياحة والآثار والحاجات دي. الحقيقة أنا على المستوى الشخصي بسعد جدا بهذا اللقاء، يعني كعاشقة لتراب هذا الوطن أولا، ثانيا للتاريخ وكل ما هو يحدث جديد من يزيد من جاذبية واستقدام عدد أكبر من السياح، شيء بيسعد جدا. وكمان دخول مصر عالم التكنولوجيا بشكل قوي ببوابات مختلفة، ده شيء مريح كمان. قبل ما هتعمق بقى في مسألة التقنيات مع حضرتك، خليني أسألك على مفهوم السياحة الثقافية، ايه هو بالظبط؟ السياحة الثقافية يعني مصر. هي يعني مصر. أنا بالنسبة لي مصر، السياحة في مصر، الأهرامات يعتبر من أعظم حاجة في العالم كله. التاريخ المصري والحضارة الفرعونية والرومانية والقبطية، الأهرامات، عندنا المعابد، ضفاف النيل، الأقصر، أسوان. كل الحضارة المصرية قامت هنا على ضفاف نهر النيل. يعني لما أقول سياحة ثقافية أقول مصر، أقول جمهورية مصر العربية. مفيش منافس يعني بالنسبه لي انا. فلازم ان انا اذكر الحضاره المصريه القديمه طبعا، اللي نشأت على ضفاف نهر النيل من 7000 سنه، من ايام اول اسره وتوحيد طبعا القطرين، الملك مينا طبعا نرمر العظيم، وعملوا حضاره عظيمه على ضفاف نهر النيل. فمصر مش هقول اكتر من كده. ايوه، ثقافه يعني مصر. هي دي حقيقه طبعا. واحنا يمكن غيورين ومنحازين اكتر لمصر بتكويننا، امر طبيعي. يعني هل وجود السياحه الشاطئيه ممكن اقول مثلا ان هي اثرت شويه على السياحه الثقافيه، ولا ما زال السياحه الثقافيه بتحظى بعدد كبير جدا من السياح، اللي بالتالي طول الوقت بنفكر وزي حضرتك كده ازاي ممكن نقدم لهم الجديد، ازاي يبقى في تقنيات حديثه، ازاي يبقى في استخدام للتكنولوجيا بشكل او باخر لافاده السائح؟ احنا عندنا هنا في مصر انماط سياحيه كتيره جدا. السياحه الثقافيه، السياحه الشاطئيه، السياحه الرياضيه، سياحه الماراثون، سياحه الغوص. عندنا انماط سياحيه كتيره جدا. في الاونه الاخيره مع تطور العصر التكنولوجي والتطور الهائل اللي احنا في عصر الرقمنه، احنا عندنا تسارع في عصر رهيب. يعني احنا في كل دقيقه بتعدي في تطور هائل في التكنولوجيا والرقمنه. بس هقول كل حاجه وليها حاجه. السياحه الثقافيه حاجه، السياحه الشاطئيه حاجه. يعني احنا عندنا مصر بتمتاز بشواطئ رهيبه، بشعاب مرجانيه جميله جدا، بالبحر المتوسط، بالبحر الاحمر. عندنا اماكن سياحيه وصحراء شرقيه وصحراء غربيه. فتنوع الانماط السياحيه المستحدثه مصر مليانه. ايوه. السياحه الثقافيه ليها وضع تاني خالص. حضاره، معالم، تاريخ، مقابر، شامله. ما اقدرش ان انا ادخل كل الانماط في بعضها، كل حاجه وليها حاجه. بس السياحه الثقافيه على راسهم هي الواجهه. السؤال ده ليه دايما كنت اسمع ان السياحه الثقافيه بتجتذب اكتر فئات عمريه اكبر شويه، يعني فئه الشباب بيبقوا حابين اكتر السياحه الشاطئيه. فهل وجود تقنيات حديثه ممكن تجذب اكتر هذه الفئه العمريه من الشباب؟ احنا عندنا صراع في التقنيه حاليا. انا ليه بعمل في المتاحف او الاماكن السياحيه التقنيات الحديثه بتواكب العصر. لازم ان انا اواكب العصر واشوف الشباب بتميل لايه. يعني انا بالنسبه لي في تطور، في تقنيه لازم ان انا ادخلها في المفهوم الاثري وسرد التاريخ المصري العميق، ان انا
اظهر دايما الاثار المصريه بصوره صحيحه، وان انا اوصل المعلومه التاريخيه لكل دول العالم بكل لغات العالم. فلازم ندخل التقنيات الحديثه. ليه بدخل التقنيات الحديثه؟ او معروف الهيلوجرام، دي حاجه تقنيه يعني قويه جدا، دخلت العالم واكتسحت العالم، نفعت او تم تجارب بره مصر واتطبقت في دول العالم طبعا العربيه والاوروبيه على حد سواء، وجت هنا مصر. احنا بنعمل صفقه تاريخيه في العالم المصري في المتحف المصري الكبير. اقدر اني انا اقول ان احنا يعني محطوطين كده كده على الخريطه السياحيه العالميه، وليس لنا منافس حتى الان، ولا دول الخليج، ولا طبعا احترامي الكامل للدول العربيه. أيوة. ودول الخليج والدول الاوروبيه. بس مصر محطوطه في حاجه تانية خالص، في التاريخ، في سرد التاريخ المصري، في عمل وعي للمجتمع بتاعنا، وازاي نقدر ان انا احافظ على التقنيه ديت واوصلها للتواصل الاجتماعي. اقدر ان انا اسرد طبعا التاريخ المصري. ايه هي التقنيه دي وازاي بتستخدم في المتاحف؟ انا عندي تقنيه الهولوجرام، هي تقنيه ثلاثيه الابعاد. أيوة. بتستخدم في المتاحف المصريه، طبعا المتحف المصري الكبير والمتحف الحضاره اتطبقت بالفعل. وتم عمل قاعه محاكاه للملك توت عنخ امون بتقنيه الفور دي، قاعه محاكاه اكنك جوه المقبره. المقبره بتسرد طبعا تاريخ توت عنخ امون واكتشاف المقبره سنه 1922 على يد العالم الكبير هوارد كاردر في البر الغربي. اقدر ان انا انقل تجربه المقبره نفسها في المتحف المصري الكبير. عمل لي قلب الموازين، كانت تقريبا التيكت خلصت يعني من كتر جمال و يعني عشق الحضاره المصريه القديمه. أيوة قاعه المحاكاه، يعني دي صوره بتبين طبعا قاعه المحاكاه. الناس في حاله انبهار. المحاكاه هنا بتبقى صوت وصوره. طبعا. بقدر ان انا اوصل للزائر ان هو يقدر يسال الملك توت عنخ امون عن تاريخه، مش هو ان هو يتكلم تلقائي كمان، لا بيتفاعل مع الملك والمقبره بيخش في التاريخ. ايوه يعني شفتي كده اي سؤال يجي على بالهم اي سؤال اي سؤال تقدري تساليه. والاجابات حاضره وجاهزه. طبعا طبعا يعني هم عملوا تقنيه حلوه قوي في المتحف المصري الكبير. يقدر الزائر يخش في محاكاه مع القطع الاثريه. وكمان عملوا تقنيه حلوه قوي، ترجمه النصوص الهيروغليفيه بتترجم وقتي. يعني حاجه ولا طبعا حاجه ولا في الخيال. يرسل باركود كده بيتعمل سكان عن طريق الموبايل، يقدر ان هو يترجم لي النص الهيروغليفي على القطعه نفسها. يعني بصي قاعه المحاكاه نقط في المتحف المصري الكبير عملت قلبان وعملت تطور هائل. طبعا في قنوات بره مصر جت يعني غطت الحدث، وهي تجربه تفاعليه افتراضي داخل المتحف المصري الكبير. طبعا هيتفتح يعني خلال تقريبا شهور. هي تقريبا فبراير او 1 نوفمبر، يعني لسه ما حددوش. يعني بس احتمال كبير تبقى في نوفمبر. يعني طبعا يعني الاحداث اللي بتحصل طبعا والحروب طبعا والاحداث الاقتصاديه اللي حول العالم، فبيتم تاخير في افتتاح المتحف. بس هو هيعمل طفره سياحيه قويه في الشرق الاوسط والعالم الاوروبي. يعني انا بقول لحضرتك يعني عن يقين. ايوه زرته من كذا شهر. كنتش مصدقه كم الاقبال والزحمه اللي جوه المتحف. حاجه يعني تدعو والناس بتبقى واقفه، كانوا واقفين قدام التماثيل. وبعدين ده محتاج ايام، هو ما بيخلصش في يوم. ده محتاج عشان تقفي وتتمعني في كل حجره من الحجرات وكل تمثال قدامك. كمان في تماثيل احنا ما شفناهاش قبل كده. اكتشافات الحديثه اللي بتتم هنا في مصر. بنحط القطع. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه في المتحف المصري الكبير. تقنيته طبعا التقنيات كانت عاليه جدا، وحتى الان يعني حتى الان كلنا بنزوره. احنا بنخفف القطع الاثريه من المتحف المصري اللي هو في وسط ميدان التحرير للمتحف المصري الكبير اللي موجود في هضبه الاهرام. دي نقطه. النقطه الثانيه او الاهم يعني زي ما بيقولوا رسم لوحه فنيه للقطع الاثريه المصريه. اقدر اني انا احط القطع بطريقه منظمه، وان يقدر الزائر او السائح يستمتع بالقطعه. طبعا هم بيجوا يعني مشاهده القطعه الاثريه دي فن. او عبق التاريخ بالنسبه لنا، او عشق الحضاره المصريه القديمه في نفوس المصريين. ده اولا. والاجانب يعني مذهولين بالحضاره بتاعتنا مهما كان في تطور هائل. اقدر اني انا اجيب اعداد سائحين اكبر، اقدر ان انا اشوف انماط سياحيه اكبر، اقدر اني انا اشوف شرائح سياحيه اقدر اجذبها للسوق السياحي المصري.
مره تانية. يبقى لازم ان انا اواكب الشباب، اواكب كبار السن، اقدر اني انا اكون ملم باللغات النادره طبعا حوالين العالم، يعني الصيني، الروسي، الاسباني، الكوري، اللغات النادره. في لغات كتيره جدا جدا اقدر ان انا الم بيها المتحف المصري عشان بفتح اسواق سياحيه جديده. هرجع تاني بقى للتقنيات، احنا بنتكلم على غرفه توت عنخ امون، ايه تاني من شكل او الاستخدام اكتر او تاني غير ده للتقنيات داخل المتحف؟ اقدر اقوله بشكل افضل يعني وافضل ليا، ازاي ان انا استخدم تقنيه الهولوجرام في ان هو السائح يعيش تجربه مشوقه وهو في مكانه. بعد جائحه كورونا طبعا كل الدول العالم والدول الاوروبيه تقريبا قفلت. انا عايزه بقى سياحه، انا خلاص ان انا خلاص جائحه كورونا الحمد لله احنا تعديناها، خلاص تعديناها، خلاص الدول المصريه والدول الاوروبيه فتحت المجال بين الحدود. اقدر ازاي ان انا اطور من نفسي تاني، اقدر اني انا استخدم مجسمات ثلاثي الابعاد في المكان نفسه، ان هو يخش المكان نفسه ويشوف المكان نفسه زي الاهرامات، داخل الاهرامات، داخل المقابر الاثريه، ويشوف التشوق والسرد التاريخي ويتفاعل. يقدر ان هو يجي مصر ويعيش تجربه حقيقيه. يعني هيك عايزه تخليه يعيشوا اونلاين في بلده الاول، وبعدين ده يشوقه اكتر انه لا انا لازم اروح اشوف الحاجات دي. يحصل تشويق طبعا، ويقرب الحاجات دي على الطبيعه. بره مصر في متاحف برلين للمعروضات الصور طبعا اللي هي الجماليه والتاريخيه زي ما حضرتك شايفه. اقدر ان انا اشوف متحف اللوفر في باريس، اقدر ان انا اشوف المخطوط انا في مكاني. التواصل الاجتماعي والمواقع المعززه الافتراضيه يعني وصلت السائح ان هو يعيش التجربه وهو في مكانه. ثلاثي الابعاد، اشوف المعبد، اشوف يعني عندنا تقنيه الهولوجرام بتطبق في منطقه سقاره المقبره للملكه تي. ايوه يعني بتطبق تجربه جميله جدا 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 في المقبره، واقدر اني انا اشوف المقبره بالوانها الحقيقيه، ما يكونش فيه اي خلل في التقنيه وانا في مكاني. هيكون السائح يكون عنده شغف، هيجي طبعا مصر، هيجي هيشوف. كمان ان انا في بحث شغاله عليه حاليا، تقنيه الهولوجرام في الفنادق المصريه. يعني انا بيجي لي سياح كتير جدا في الفنادق، بيقوموا هنا في الفنادق لسياحه معينه او نمط معين. اقدر ازاي ان انا اروج للسياحه الثقافيه من خلال مكانه في الفندق، في بهو الفندق، في غرف الفندق. يعني اشوف ايه المجسمات اللي تنفع في الهولوجرام، اقول له لا تعالى اتفرج، انا عندي سياحه شاطئيه، عندي سياحه ثقافيه. لو حتى هو نازل لنوع سياحه معينه، يعني لو نازل السياحه الثقافيه بجذبه لسياحه ثانيه ونمط تاني. انا عايزه اعداد وعايزه ايرادات اقتصاديه داخل القطاع المصري. انا هنا في الدوله المصريه. طب ده بيزود بقى، انك ذكرت الايرادات، ده ممكن يزود الايرادات ازاي او ممكن يحفز الزياده في الايرادات؟ طبعا انا عندي اعداد سائحين بيجولي بطريقه مهوله في المطارات. بيجي لي طبعا انماط سياحيه زي ما حضرتك قلتي، شباب كبار سن. المطارات كمان صحيح طبعا غير الاوتيلات. اقدر ان انا بس هي عايزه مكان واسع، اقدر اني انا اشوف المجسم ازاي ان انا احطه واعرض القطع الاثريه. يعني انا مثلا داخل الفندق، انا عايزه اشوف نظام الضيافه في فندق مثلا سين مثلا، مش عايزه اعرض عشان طبعا اعلانات. اشوف التجربه مثلا في فندق 5 نجوم في شرم الشيخ، اعرض تجربه الفندق نفسها. تعالى اتفرج، الفندق عندي هنا بيقدم خدمات ضيافه كذا وكذا وكذا، عندي اماكن في شرم الشيخ ودهب وطابه كذا وكذا. يبقى انا كده شديته لنمط سياحه تاني غير سفاري. طبعا غير السياحه الشاطئيه، غير سياحه الغوص، غير السياحه الرياضيه، غير السياحه الاساسيه. يبقى انا زودت في الايرادات، زودت في التنوع النشاط السياحي اللي هو جاي عشانه. طب بالنسبه للتقنيه دي نفسها، ازاي ممكن بتاثر فكره السرد التاريخي على جذب السائح؟ الباركود. احنا هنعمل حاجه اسمها باركود، هي موجوده في المتحف المصري الكبير. بس احنا فعلنا بالفعل في المتحف المصري اللي حضرتك بتتكلمي اللي هو المتحف المصري اللي في تحرير. هما في متحفين مصري، المتحف المصري اللي في تحرير والمتحف المصري الكبير اللي بيقام حاليا في منطقه السويس. ايوه احنا فعلنا التقنيه في انهي متحف؟ في المتحف التحرير. باركود يشرح لي القطعه الاثريه نفسها. تمام. ايه التقنيه اللي احنا زودناها عليها بقى؟ ده اتفعل، ده خلاص اتفعل. طيب. تمام. ايه التقنيات اللي احنا زودناها في المتحف المصري الكبير؟ تقنيه ان القطعه الاثريه ترد عليكي، تقول لك تاريخها، في اني اسره تم اكتشاف القطعه الاثريه، ترجع لاني اسره تم اكتشافها في اني مقبره، البعثات اللي قامت عليها،
تم نقلها للمتحف ترد عليكي. يعني تقولي ايه القطعه ديت. ممكن الناس يجوا يشوفوني مثلا في المتحف المصري الكبير ما يعرفوش الملك خوفو او الملك خفرع او الملكه حتشبسوت التمثال بتاعها. أيوة. في ناس بتتلخبط ما بين الاسره وما بين الملوك. لا، القطعه ديت مكتوب عليها، غير ان هو مكتوب عليها تفعيل طريقه برايل طبعا لذوي الاحتياجات. طبعا موجوده ونمت كمان في المتحف المصري الكبير. رمسيس الثاني في البهو الرئيسي في المتحف المصري الكبير يقدر ان هو يقول لك القصه ان هو تم اكتشافه. ايوه ده لسه ما اتفعلش، ده لسه يعني التقنيات شغاله في الهيلوجرام. ما انا بقول التقنيات شغاله في الهيلوجرام طبعا. ما هم عملوا قاعه المحاكاه في توت عنخ امون في المتحف المصري الكبير. تم سرد هذه القطع في المتحف المصري الكبير على باقي القطع. ايوه دي عملت زي انقلاب طبعا في التقنيات. انا بفكر اروح المتحف تاني بقى علشان اشوف. لا في قطع اثريه كتيره جدا 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 تم تفاعل تقنيه الهيلوجرام. عايزه اقول لحضرتك حاجه، الهيلوجرام تقنيه واسعه جدا جدا. اعاده التراث الثقافي المصري مره اخرى اللي هو اندثر طبعا. يعني اثار النوبه اللي اندثرت عشان ارجعها في صوره. السرد انت بقى يعني بتختاري اللغه ولا بيحصل ايه؟ حسب بقى. يعني انا مثلا في متحف الحضاره يعني عندنا مرشدين سياحيين بلغات نادره بيشرحوا لك مثلا حسب الفوج اللي داخل مثلا صيني. انا بتكلم على الهيلوجرام دلوقتي. انا بقول لحضرتك بوصل لك الصوره. في المتحف المصري المتحف الحضاره بيتم تقنيه اللغات. في المتحف المصري بتختاري اللغه اللي انت عايزاه حسب بقى السائح ما بيجي لك. لا حتى المصري او اي لغه في الدنيا. في لغات كتيره. بفعل اللغه اللي انا عايزاها. طبعا ويشرح لك القطعه. بسمعها على التليفون بقى. لا قدامك. قدامي. طبعا صوت وصوره. ما في تليفون ليه؟ ما فيش ولا تليفون ولا اي حاجه ولا الكلام. وبيعرض لك القطعه في ثلاثي الابعاد من جميع الاتجاهات. بتشوفي بتعيشي واقع القطعه نفسها. ده بيبقى له تذكره مخصوصه ولا حسب بقى يعني. أيوة. لسه ما نعرفش اي تفاصيل عن المتحف المصري. اكون صادقه مع حضرتك لسه ما اعلنوش. يعني اداره المتحف المصري الكبير عشان ما اقولش معلومه خاطئه اتحاسب عليها. أيوة. لسه ما عرضوش الاسعار التيكت هتكون بكام، المصريين بكام، ايه الاوبشن اللي موجوده. اقدر ان ايه القاعات المتاحه والقاعات الغير متاحه. هل تم تفعيل تطبيقها في المتحف؟ طبعا المتحف المصري الكبير كله. المتحف المصري الكبير هيكون حاجه فوق الخيال. لكن لسه ما بقاش يعني لسه ما شغالين تحت شغالين تحت الانشاء. هو هيتم افتتاحه رسميا بكل التقنيات. بكل التقنيات. تمام كده. دي النقطه انا كنت عايزه اوصل لها بقى. التقنيات يعني مش هروح بكره الاقي التقنيات دي شغاله. لا لسه مع الافتتاح. مع الافتتاح بقى. الافتتاح هيتم رئاسي طبعا. تحت رئاسه رئيس الجمهوريه. وهيتم افتتاح بقى المتحف بالتقنيات الحديثه هيبهر العالم. انا بالنسبه لي هيحصل طفره اقتصاديه سياحيه ما لهاش مثيل. كمان عايزه اقول لك ان انا مثلا اذكر ان انا الصوت والضوء كان بالنسبه لي شيء مبهر جدا. حاجه واو يعني بصراحه. الصوت والضوء بالنسبه لي يعني لاول مره كنت اشوفه في الحقيقه. ده الله يعني ايه الانبهار ده. فعشان كده كنت بسال على ده تقنيات اعلى كتير من مساله الصوت والضوء. احنا بنتكلم على اختيار كمان الاصوات اللي تعمل ده. لان انت وانت قاعده في الصوت والضوء في الاقصر مثلا كان محمود ياسين الفنان الراحل محمود ياسين هو اللي بينقل بالظبط الصوت بتاع التماثيل وفي منطقه الاهرامات. الفنان محمود ياسين. هو بقول لك فالصوت كان بيبقى مؤثر. وحتى صوت السيدات كمان. فالصوت كان بيبقى مؤثر. تحس ان انت يعني غصتي في اعماق الحدوته والمكان والبحيره المقدسه. الكلام ده في الاقصر. ففكره انه فده كان عامل انبهار مثلا بالنسبه لي في مرحله اكتر بالتقنيات الحديثه. انبهار اكتر. يعني لو كنت حضرتي اللي هو اللقاءات التفاعليه اللي حصل في توت عنخ امون كنت هتحسي بانبهار ليس له مثيل. عبق تاريخ رهيب. احساس رهيب جدا بالمتحف المصري بعبق التاريخ بسرد الحكايه بتاعه توت عنخ امون. يعتبر اصغر ملك. وكمان مغامره. طريقه الاداء انا كمان طريقه الاداء بكل اللغات. طبعا كل الافواج السياحيه. بصي يعني انا بالنسبه لي متوقعه كده البرامج السياحيه هيكون مفيش مكان في مصر. يعني بالنسبه لي انا يعني السيزون الجاي
لا هيكون طفره سياحيه عالميه، وهتغطي قنوات عالميه كمان الحدث اللي هيحصل في المتحف المصري الكبير. الدور بقى ما احنا بنتكلم بقى على تقنيات وعلى تكنولوجيا وعلى تطور ورقمنه، ويعني حاجات كتيره حصلت في فتره زمنيه قليله تعتبر فطفره عاليه جدا. فكره الترويج بقى لده واستخدام المنصات التواصل الاجتماعي في الترويج لده بيتم ازاي؟ اول حاجه لازم حسب الفيديوهات والصور اللي انت بتعرضيها، احنا بننقل الصوره الصحيحه لمصر عن طريق اي بوست صغير احنا بنحطه كدكاتره مثلا، او بنروح اماكن سياحيه. لا اقدر اني انا اشوف المكان السياحي واعرض عنه، دي رقم واحد. اي بوست محتوى بالتاريخ، يعني لو فتحتي الفيسبوك او التيك توك او تويتر او اي منصه تفاعل بتلاقي صور عن الاثار المصريه بتاعتنا. كمان ان احنا بنغطي وبندرك الاماكن السياحيه الجديده بتقنياتها في البرامج السياحيه، لدى شركات السياحه، لدى وزاره السياحه والاثار بتعمل زي انفيتيشن للبعثات الخارجيه. كمان عايزه اقول لحضرتك على حاجه، المعارض اللي بتحصل بره مصر زي معرض برلين في المانيا، اعرض اني انا اشوف البورصات المصريه السياحيه واعرض البرامج السياحيه، كل ده بيجي لي منها شو. حاجه تاني ان بعض القطع الاثريه اللي موجوده بقى يعني في طبعا في المتاحف العالميه في فرنسا وفي باريس، اغلبيتها قطع اثريه حضاره مصريه بحت صح كده؟ أيوة. زي راس نفرتيتي، والمفروض ان احنا يعني نستخدم طبعا طبعا فبيستخدموا التقنيات الحديثه، بيحصل شو، بيحصل انجذاب اكتر للحضاره المصريه، فبيجي لا انا اروح بقى للحدث نفسه، واروح بين الاهرامات وبين ابو الهول وبين المعابد المصريه في الاقصر واسوان والمنيا وسوهاج. يعني احنا عندنا زخم تاريخي رهيب، يعني احنا يعتبر التاريخ نبض الحياه هنا هو في مصر. ايوه طبعا. انا شفت كمان الحقيقه من ضمن الحاجات اللي كانت عجباني جدا لما زرت المتحف الكبير، عمليه تنظيم الدخول واستخدام ايضا البطاقات الالكترونيه اللي هي التذاكر الالكترونيه، فكره التيكت، فكره عدد الشبابيك الكتيره، اللغات المختلفه، فكره استخدام التكنولوجيا حتى يعني من الاول من على الباب كده وسايح داخل عشان يحس قد ايه الدنيا مختلفه. هي مختلفه ومش هتلغي دور المرشد السياحي المصري، يعني احنا بنستخدم التقنيات الحديثه بس مش هلغي دور المرشد السياحي، دي نقطه طبعا. النقطه الثانيه اللي انا بتكلم فيها ان مصر لازم تواكب العصر طبعا، مش هقدر ما ينفعش ان انا اكون بشتغل بتقنيه العالم كمان. طبعا مش هشتغل بتقنيه مش موجوده في متاحف بره، يعني اغلبيه المتاحف بره بتستخدم الهولوجرام. الهولوجرام هيقلب موازين مصر في الايام القادمه لو استخدم صح طبعا. يعني على القطعه الاثريه، بالسرد التاريخي، بالعبق التاريخي، بالزائر يقدر ان هو يتفاعل مع القطعه الاثريه نفسها، واقدر ان انا اخش بمعلومه قيمه جدا، واقدر اني انا استفاد من تجربتي يعني كسائح في المتحف المصري، اقدر ان انا اخش بتجربه ومش هتتكرر، لا هتتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه. انا عايزه ان هم يجوا كل عام، كل دخلة شتاء، كل صيف، كل مشتى. انا عايزه ايرادات الاقتصاد المصري يعني تعلى، تكون في اعلى معدل. احنا بنحاول نكون متكاتفين في اغلبيه المعاهد، اغلبيه الكليات على مستوى مصر، كمان نقدر ان انا احبب الاطفال. يعني في قاعات يعني المتحف المصري الكبير بيستقبل كل التلاميذ وكل الطلاب المدارس، اقدر ان يكون في ربط ما بين الثقافه والرسخ في الطالب نفسه. عارفه هيفتكر التاريخ، هيبقى بالنسبه له مذاكره التاريخ مذاكره سهله جدا، لانها هو شافها قدامه، هو بيحبها. انا عايزه احط في المناهج الدراسيه ثقافه التاريخ المصري، ان انا اقدر ان انا ارسخ للطالب نفسه، وان هو ياخد التاريخ المصري من اولها في رابعه ابتدائي بقى، في كل المراحل العمريه اللي هو بياخد فيها التعليم. حضرتك نورتينا يا فندم النهارده، بشكرك جدا دكتوره ميرفت خليل، استاذ الدراسات السياحيه باحدى المعاهد الخاصه، بشكرك شكرا جزيلا. نهارك سعيد. انا نهارك سعيد، وشكرا ليكي ان انتوا اتاحتوا لي الفرصه ان انا اتكلم عن المتحف. شكرا. خليكم معانا مشاهدينا، فقراتنا لسه مستمره مع حضراتكم بعد الفاصل.